Alright, ladies and gentlemen, welcome to Nexus. Nexus is the link between online business and the creator economy. And we have 3 different programs in Nexus that do just that. Starting off, we have Media Launchpad, which is built for entrepreneurs making anywhere from $0 to $10,000 per month. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم وناخد الفيديو من أوله ونشوف اتعمل ازاي حتة حتة. طبعا أنا هنا عملت الفيديو حللته وجبت التكست وكمان قدرت أجيب الألوان والأنيميشن كل حاجة. وهنبدأ بقى إيه كأننا ما عملناش أي حاجة. نبدأ ناخد الفيديو ده، الفيديو اللي هنقلده، وده الفيديو الأصلي من غير أي مونتاج. خلينا بس إيه نظبط الفيديو الاتنين مع بعض ونرجع تاني. خلينا بس نظهر الفيديو الأصلي، نحط فوق ونبدأ نحلل فيه واحدة واحدة. Alright, ladies and gentlemen, welcome to Nexus. خلينا بس هنا في الأول نيجي هنا وهنكتب alright، تمام، بنفس اللون والكود بتاع اللون اهو، هسيبهولكوا برضه في الديسكريبشن ان شاء الله، يعني انا بفتكر. نجيب ده هنا كده ونحط بقى نشوف الافكتات ايه اللي هو عامل. هنيجي هنا نحط افكت لايت سويب، هنجيب دي هنا في النص، خلي دي برضه نزودها شوية عشان يدينا الإضاءة دي، نقلل شوية. وهنحط افكت ديب جلو، خلي دي نقللها على الآخر مثلا 0.5، خلي دي مثلا 250. ممكن نقلل أو نزود زي ما احنا عايزين لحد ما نوصل لنتيجة اللي ترضينا أو النتيجة اللي احنا عاوزينها. بعد كده هنيجي نحط دروب شادو، هنسيبه زي ما هي، هنسيب دي زي ما هي ونعملها دوبليكيت، ونخلي دي كده، نزود السوفتنس، نزود دي كده، نقلل دي شوية. تالي إن احنا وصلنا لنفس النتيجة تقريبا. ممكن نحط على التكست ده افكت اسمه بيبل الفا، ونخلي دي مثلا 4، تبقى بالشكل ده كده. نيجي هنا نعمله 100، نمشي فريم 2 نحطه هنا. بعد كده هنسيبها كده، وهنيجي هنا كده 1 2 نحطها. طيب عشان افكت الزوم هنيجي هنا نعمل adjustment layer، كنترول الت واي، بدل ما تيجي هنا تعمل adjustment layer من هنا، الاختصار بتاعها كنترول الت واي، تحط عليها افكت اسمه ترانسفور، وتيجي تعمل كي فريم على السكيل، وهنمشي مثلا 10 فريم مثلا. هنرجع نزود دي نخليها 135 أو 150، وهنعمل لها ايزي ايز، وهنجيب دي بالشكل ده كده. Alright, ladies. شوف بس هو ماشي ازاي. وممكن يكون ده 30 فريم، نمشي 30 فريم، والجراف هنا معمول بالطريقة دي كده تقريبا، بادئ سريع جدا ومنتهي بطيء. Alright, ladies. بالظبط كده. هنيجي بعد كده على الانيميشن ده، خلينا بس نجيب الانيميشن كامل ونبدأ ان احنا نعمل زيه. هنيجي عند دي، عند الشيب ريكتانجل تول، وتروح واختصارها كيو، يعني انت تقدر تتنقل ما بين الشيبس بالكيو. وهنعمل زيها بالظبط، حط فيل، تشيل ستروك، تزود الراودنس خليها 40 50 50. طيب ممكن نكبرها شوية. نيجي هنا نحط افكت فور كولر جريدينت، وهنختار اللون الأزرق، نخلي كله نفس اللون. طيب هنيجي هنا عند البين تول، نعمل اللاين ده كده، خلينا نقلل دي شوية، نزود الستروك خليه 6، ننزل هنا اهو كده. هنفتح كونتنت شيب، ونخلي الستروك، نعمل دي هنخليها راوند كاب عشان تكون يعني ايه فيها حواف كده، بس يعني فل. ممكن نحط لها برضو دي بجلو خفيف، نقلل دي مثلا نخليها 250. نجيب ناخد ده نعمله دوبليكيت ونشيل الفيل،
نخلي الستروك 1 وهنشيل الفور كولر جريدينت عشان يدينا نفس الكلام ده. وهنيجي على دي نعمل بالسكريبت ده كده. طيب هنيجي هنا نربط ده الستروك، نربطه بالشيب اللي تحت، وهنيجي هنا نفتح السكيل نعمل كي فريم، وهنطلع قدام شوية وهنفك الطول عن العرض ونعمل دي مثلا 3، تبقى بالشكل ده كده. ممكن عندي بس 10 فريم عشان الباونس. نيجي هنا نضغط باونس هتظهر معانا بالشكل ده كده. Alright, ladies هنا بس ايه نظهر دي كده معاها. and gentlemen. نجيب بقى ايكون، نجيب الايكون دول جبنا الايكون دي، نحط عليها افكت اللينير كولر كي، وهناخد دي كده نعمل دي هنا كده اهو، وهنحط لها افكت فيل خليها لونها ابيض. نصبرها نجيبها هنا كده، هنا نجيب الايكون التانية نحطها هنا، ناخد التأثيرات دي نحطها هنا، نجيبها هنا كده بالظبط. هنا نحط ديب جلو على الشيب مش على الايكون، عشان برضو الموضوع ما يبقاش اوفر لايتنج يعني. هنجيب دي نحط بوزيشن على الاتنين، نعمل كي فريم، وهنيجي هنا نطلع واحدة من تحت واحدة من فوق. تمام، وهنأخر دي كده شوية، 10 فريم، ودي برضو ايه 10 فريم، وهناخد الاتنين كده نعمل لهم باونس. بس يلا خلينا نزود دي شوية كده في السكيل. بس ايه نراعي المساواة بين الراجل والست. هنيجي عند الاتنين ايكون دول وهنعمل لهم هما الاتنين تراك مات للشيب اللي تحت، وهنظهر الشيب اللي تحت. ممكن نرجع ندبل الشيب اللي تحت، وهنعمل الاتنين دول تراك مات، تراك مات للشيب ده، والشيب ده هنشيل من عليه كل الافكتات عشان تظهر بالشكل ده، لان طول ما محطوط عليه الديب جلو والجريدينت رامب هيبقى عامل زي ترانسبرت كده، في شفافية يعني. فاحنا هنشيل كل حاجة وهنعملها بالشكل ده كده. فاحنا كده وصلنا تقريبا لنفس النتيجة. بس ايه نربط دول كلهم بنل ونطلعهم، نطلعهم كده. تمام، ممكن نزود في السكيل من هنا شوية بحيث تبقى متساوية. وهنجيب التكست اللي هو ده نحطه هنا، هنشيل من عليه كل التأثيرات بتاعت، يعني هنيجي هنا ونشيل كل ده وهندبله ننزله تحت ونغير اللون ده اللون الأبيض، وهنسميها ويلكم. ممكن نقلل دي شوية كده 95 ونكتب هنا تو نكسس، وبرضه هنخليها 90 عشان تبقى نفس ايه. نفتح البوزيشن ونعمل كي فريم في الاتنين، نقدمها شوية، ناخد دي نجيبها من ناحية اليمين الشمال، دي من ناحية اليمين، ناخد الكي فريم هنا ونأخره شوية، وناخد ده كله نعمل له ايز نمشي 30 فريم نجيبها هنا كده. وهو بيقول ويلكم تو نكسس، ممكن نعمل له زوم ان، نيجي هنا كده، وبعد كده نيجي هنا الفريم ده ناخده كوبي هنا كده. Welcome to Nexus. ممكن نحط 20 فريم. خلينا نشوف المشهد اللي بعده. نيجي بقى من أول هنا كده نقطع ده كله، هنيجي هنا نعمل سوليد، وهناخد افكت الفور كولر جريدينت من هنا نحطه هنا هو كده. هيبقى بالشكل ده كده تقريبا نوصل لنفس النتيجة، بس إني بس نحط دي تحت ال adjustment layer. ممكن برضو نحط لها noise أو add grain
خلي دي هنا فاينل اوتبوت، خلي دي 0.3. طبعا هو المشهد دخل على طول، فاحنا ايه هنعمل، ناخد ايه بوزيشن هنا، نجيبه هنا كده، يعني مثلا ننزله تحت شوية. تمام، وهنيجي هنا نطلعه فوق شوية كده، دي في نص الشاشة هنا. ناخد دي كده، نحط دي هنا كده، وهنحط فيل أي لون، نشيل السلوك، نحط gradient trim، نجيب ده هنا، هنجيب ده هنا كده، نجيب ده اللون الأزرق، ده برضو لون أزرق بس فاتح شوية، من بعد اللون ده كده شوية، ندينا ايه إضاءة خافتة كده من الجنب، نزود الراوندنس شوية، نحط سي سي لايت سويب، نجيبه هنا، نظبطها بالشكل ده، نقلل بيه شوية كده، نخليها صفر، وهنخلي دي عالية، تظهر بالشكل ده كده. ممكن نحط واحدة كمان ونخلي الدايركشن بتاعها في المنطقة دي. بعد كده هنيجي ناخد نفس الشيب، نعمله دوبليكيت، نصغره ونحطه هنا اهو، نجيبه هنا شوية كده بالشيفت، والأسهم بتقدر تحرك الشيب زي ما انت عايز. نظبطه هنا كده، ممكن نخلي الجريدينت رامب واحدة هنا والتانية هنا اهو، وهنشيل منها السي سي لايت سويب، سواء دي أو دي، عشان تبقى بالشكل ده كده. وبرضه ممكن نحط لها ديب جلو عشان الإضاءة دي اللي موجودة، هنقللها، خلي دي مثلا 200، هتبقى بالشكل ده كده. ممكن نجيب بقى الشيب صغير، دايرة، نضغط على الشيفت، كنترول وشيفت عشان الشيب يطلع مظبوط يعني. هنخليها هنا كده، وبرضه بيتهيألي عليها ديب جلو، مش فاهم ايه حكاية الديب جلو. طبعا مش مهم ان انت تفضل تحط ديب جلو على الفارغة وعلى المليانة، بس احنا بنحاول نحاكي نفس الفيديو ونوصل لنفس النتيجة. تمام، هنيجي هنا نعمل بالبن تول دي نفس دي كده، هنا كده، وهنزود الستروك، نجيبها هنا، ممكن نخليها راوند كاب او راوند كورنر ستروك بالشكل ده كده، وهنغير لونها، نخليها نفس اللون ده كده، خلي الستروك نفس اللون ده كده. هناخد دي، نعمل لها دوبليكيت، وناخد دي نخليها تحت، وهنفك الطول عن العرض ونخليها كده راوند كاب ونخليها نفس اللون ده. وهنيجي هنا نكتب، خلي دي أبيض 0.05، ناخد ده نحطه هنا عشان نوصل لنفس الشيب بالظبط. طيب، هناخد ده كله من أول هنا كده لحد هنا، ممكن نقطع كده، نحطهم كلهم جوه بري كومبوز، نكتب شيب تكست 1.
بس ايه، شوف المشهد اللي بعده. هو هنا كده، هنيجي هنا نحط دي كده اهو، نحط واحد هنا وندبله، لا ندبله. ممكن نعمل reveal source in project، ونعمل duplicate وهنيجي هنحطه هنا، وهقول لكم دلوقتي ليه. نجيب واحد هنا ناخد دول كده نحطهم تحت، وهنربطهم هما التلاتة بنل. وبعد كده هنيجي هنا نشوف تكست. تمام، هو مشي ناحية الشمال الأول لحد هنا كده. نيجي هنا بالبوزيشن، نفتح كده ونعمل هنا كي فريم، وهنمشي الناحية دي كده. بس طبعا أنا بعدت قوي لحد هنا كده. وهنجيب آه هنجيب البين تول ونعمل ستروك من هنا لهنا كده. بعد كده هنقص هنا وهنيجي عند التريم باس، تريم باك دي، نضغط على ان وهتبقى بالشكل ده كده. هنجيبه ونحطه. تمام، بس اهم حاجة ان احنا نظبط برضو الشيب بتاعه. هنيجي هنا ستروك، هنفتح التيبر وممكن نخلي دي 30 عشان تبقى بالحواف دي كده. ممكن برضو نقلل الستروك شوية، نخليه مثلا 15، هيظهر بالشكل ده كده كده. وهو برضو في نفس الوقت راح الناحية التانية. تمام، يبقى لحد هنا كده هو جه الناحية دي. هنيجي هنا نربط النل دي بنل تانية، وهنفتح بوزيشن، وهنيجي من أول هنا اهو لحد هنا اهو، وهنرجع تاني لحد هنا، وهنجيب دي ندبلها. يبقى هنجيب هنا تبقى فليب دي. ممكن بس ايه، ناخد الفريم ده كده ونقرب دي شوية كده. طبعا هي ممكن تتعمل 3D بس كده أسهل يعني. نعمل هنا كيب فريم ايزي ايز 30 100، ودي برضو نفس الجراف. Online business and the creator economy. طبعا دي احنا دبلناها من فوق علشان نخش نغير. نيجي هنا مثلا، نيجي هنا نكتب creator، وبالتالي ودي برضو الايكون عشان نغيرها. اه بالتالي حلو كده. طبعا هنا المشهد خلص على طول، يعني مفيش اي ترانزيشن ولا اي حاجة. هنقطع ونشيل ده كله كده. خلصنا من المشهد التاني. خلينا نشوف من الاول احنا عملنا ايه. Alright, ladies and gentlemen, welcome to Nexus. Nexus is the link between online business and the creator economy. بالتالي هي نفس النتيجة. نيجي بقى ايه للشكل ده كده. طيب هنعمل شيب لاير، وهنيجي هنا نعمل اد بوليستار اهي، وهنعمل اد فيل، وهنغير الفيل دي مثلا للابيض، وهنفتح البوليستار وهنخلي دي 4. وبعد كده هنيجي عند الانر نعملها كده. ممكن نقلل، هتبقى بالشكل ده كده. هنيجي نعمل بوزيشن هنا كده، ومن هنا هنطلع البتاع دي بره، وهنفتح شيفت ار روتيشن، ونعمل كي فريم، نجيب الكي فريم المظبوط قدام، وهنعمل روتيشن ليها بالشكل ده كده، وهنعمل الجراف بتاعها كده. And we have 3 different programs. لا خليها 30. تالي ان الجراف مش معمول كده، ممكن الجراف يكون كده. تمام، الجراف بتاعها 3 different programs. بالشكل ده كده. ده كده تبقى 0 0، ده 0 وده
100. هنيجي هنا بقى نربطها بنل، ندبل دي، نطلع فوق وهنجيبها هنا، هنجيب النل نفسها هنا وهندبل دي برضه، وهنجيب دي هنا كده عشان تطلع بالشكل ده كده اهو. نيجي بقى لدي، نيجي هنا نعمل شيب لاير عادي جدا، وهناخد الفور اللي هي دي ودي، نحطها هنا كده، وهنيجي عند دي ونظبط الألوان بتاعتها بالشكل اللي احنا عايزينه بتاعها بس كده. وهندبل دي، نشيل الفل خالص، نشيل الفور كولر جريدينت، ونشيل كمان الديب جلو، وهنربط دي بدي عشان نتحكم في لاير واحدة. وبعد كده هنيجي هنا نكتب التكست بالشكل ده كده، وبرضو هنربطها بالشيب لاير. وهناخد دي ونعمل كي فريم على السكيل هنا مثلا، نفك الطول عن العرض، نخلي دي مثلا 20 ونخلي دي 0. طيب هنيجي هنا في المكان ده، وهنعمل الانكر بوينت الناحية دي بحيث تظهر بالشكل ده كده هنا كده، نقطع تظهر بالشكل ده. طيب عشان النغمشة دي بقى نعملها ازاي؟ هنيجي هنا نحط افكت اسمه موزيك، وهنعلي دي كده وهنعلي دي كده تبقى بالشكل ده. وممكن بقى نحط adjustment layer وهنحط عليها effect Gaussian blur خلي دي مثلا 20. وهناخد ده كله نعمل له بري كومبوز، وهنكتبها مثلا زعبولة أي حاجة، هتبقى بالشكل ده كده. هنيجي واحدة هنا، تمام. خلينا بس نلغي الفيديو، تمام. البلور عالي أوي، ممكن نخليه 10 مثلا. حتى بيتهيألي إن هو حاطط جاشن بلور على دي، بالشكل ده. هو حاطط جاشن بلور، هتبقى معانا بالشكل ده كده. وبعد كده هو عمل حاجة زي فليكر بسيط كده اهو. نعمل كي فريم هنا في الأول 100، بعد كده 0، وبعد كده هنرجع 100 تاني هنا. يعني نجيب دي ودي ودي، نتك حرف اليو، بيكون في ايه تأخر ما بينهم بالشكل ده كده، هنوصل لنفس النتيجة. هنا نشوف المشهد اللي بعده. هنيجي هنا وناخد كمان نفس دي، نعمل دوبليكيت، نحطها هنا اهو. هنيجي هنا كده بس نصغر. عايزين نعمل المثلث اللي هو عمله ده، ممكن طبعا بالبين تول تاخد وتعمل زي ما انت عايز. يعني مثلا هتيجي هنا كده وتعملها كده، حط فيل، تمام، ونشيل الستروك خالص. بس انا اقول لك على طريقة احسن. هنيجي هنا نعمل نيو شيب لاير، وبعد كده هنفتح دي وهنعمل اد بوليستار برضو، وهنعمل اد فيل. الفيل هنخليها ابيض، والبوليستار دي هنخلي دي 3 بحيث تبقى بالشكل ده. الروتيشن هنخليها 60 عشان تبقى بالشكل ده كده. لينا بس ايه صور على قدها بالشكل ده. طيب احنا ممكن نعمل حركة حلوة، ممكن ناخد الجريدينت رام
من هنا بالشكل ده. هنيجي عند دي ونروح عند الشيب لاير، وهنجيب مثلا ريكتانجل تول، ومن هنا بدل ما هي متعلمة على دي اللي هي تول كرييت شيب، هنعلم على دي علامة الماسك، وهنيجي نعمل كده عشان نعمل ماسك عليها، وهنعمل دي دوبليكيت، وهنعمل كليك يمين دبل كليك على الماسك طبعا بالأداة دي. هنجيب الأداة دي كده، نعمل دبل كليك هنا اهو، وهننزل الماسك ده هنا كده، وهنصغره شوية كده، وهنعمل دي دوبليكيت، وهنيجي برضه نفس الحكاية نعملها كده اهو. طيب هنعلم على التلاتة ونفتح البوزيشن كي فريم، نجيب هنا، نجيب دي فوق كده، ودي فوق كده، ودي نعمل، خليها بس انا 10 فريمات عشان، او 20 فريم. نيجي هنا نعمل ايز 30%، Starting off, we have media launch. وهنيجي هنا نعمل رقم 1. هنتلاقيها كده ايه نزلت بالشكل ده. احنا هنشرح المشهد من غير ما نلتزم بالنص وكده، احنا بس هنشرح المشهد ده بالشكل، وممكن كمان نعمله بطريقة تانية. ممكن نعمل كده reveal in source، نعمل duplicate، نجيب الشيب ده هنا كده، تمام. خلينا بس نعدل عليه بحيث ان هو يبقى زي الشيب ده بالظبط. هنشيل التكست ده كده، هنشيل دي، هنجيب دي كده، خليها كده، خليها هنا كده اهو. هنشيل دي، هنشيل دي، طلع دي فوق شوية كده، هناخد دي كده السكيل عشان تبقى زي دي كده، نعمل كي فريم، تشيل الطول عن العرض، نحط دي 0، نعمل كده اهو. هنيجي هنا ونعمل سمارت باونسر، تبقى بالشكل ده كده. هنشيل من على ممكن الجريدينت رامب دي بلو، او ممكن نسيب الجريدينت رامب وهنغيرها الوان افتح. ممكن نقلل بس شوية عشان تبقى بنفس الشكل ده كده. هنيجي هنا نكتب تكست والايكون، نفتح البوزيشن، نعمل كي فريم، نجيب هنا نطلعه فوق، وهنعمل دي دوبليكيت، نزود الاوباسيتي عادي، نشيل الجريدينت رام، وهنعمل دي تراك مات لدي، تمام. وهنيجي هنا ونعمل لها باونس، ممكن دي نصغرها شوية عشان في تكست تقريبا، ونفس التكست هنعمله دوبليكيت وننزله تحت، وهنكتب كلمة مانس، ممكن نكبرها شوية. طيب احنا كده عملنا تقريبا الشيب اللي هيستخدم في الثلاث حلقات، تمام. هنيجي من اول هنا، ممكن نيجي نعمل كاميرا، نعملها بقى بشكل افضل شوية، نخليها 1 نود، وخلينا بس نطلع دي فوق، خلينا نخلي كل ده 3D ما عدا الخلفية اللي هي دي، تمام. هنيجي هنا، نيجي على البوزيشن، مجرد ما دي تنزل نيجي على البوزيشن نعمل كي فريم 1 2 3، وهنقطع، استنى هنقطع الكاميرا من هنا، هنشيل الكي فريم خالص، تمام. هنحرك الكاميرا ناحية اليمين شوية لحد كده مثلا، وهنيجي هنا مثلا كده اهو، هنعد 20 فريم ورا، 1 2،
وهنخليها كده، وهنيجي نعمل ايزي ايز وهنخلي الجراف بالشكل ده كده، يبدأ بطيء وينتهي سريع. وبعد كده هنا في الكاميرا التانية هنيجي هنا نفتح البوزيشن ونعمل زوم عند رقم 1 مثلا من أول هنا كده، وهنعمل كي فريم وهنعد 20 فريم قدام وهنمشي كده. أو مثلا خلي دي بس ايه، ننزل كده اهو بحيث ان رقم 1 هو اللي يكون باين. خلينا ناخد الكي فريم ده كوبي نحطه هنا، وبعد كده نبدأ نتحرك كده. تمام، هنجيب ده هنا كده. طيب في الأول نعمل كي فريم ايزي ايز هنا، وهنخلي الجراف عكس الجراف التاني بحيث ده يستلم من ده كده، تبقى كده. هنيجي على دي نعمل كنترول هوم، وهو ده بقى اسمه الماتش كات. خلينا بس نلغي التو فيو، الوان فيو، بحيث ان المشهد، استنى نروح نصلي ونرجع. احنا وقفنا لحد هنا المشهد كده. ممكن نيجي هنا نعمل adjustment layer control alt y، نحط عليها effect Gaussian blur، نعمل هنا كي فريم ونعد 10 فريم ورا، ونعمل كي فريم هنا 10 فريم قدام، نعمل كي فريم هنا، نيجي على الكي فريم اللي في النص نخليها 30 أو نزود شوية يعني 40 مثلا. تمام، عشان يبقى الترانزيشن كده. طبعا انت تقدر تظبط الجراف، ممكن نظبطه بالشكل ده كده، بحيث يبقى كده اهو. ونيجي هنا نقطع ونشيل الكي فريم ونعمل ده كله، نعمل لها ريست، نقطع لحد هنا. وبعد كده المشهد ده كده هيخلص مثلا هنا. هنيجي هنا نعمل، هنحط نل ونفتح البوزيشن، نعمل كي فريم نرجع 20 فريم، نعمل كي فريم تاني ونمشي في الفريم اللي قدام، نمشي ناحية الشمال كده اهو، نقف لحد هنا. نفس الحكاية هنعمل الجراف بالشكل ده كده، وهنخلي دي في آخر نقطة هنا، وهنيجي هنا نعمل زوم، وبعد كده هنعمل كي فريم، نعمل بس زوم كمان، نعمل كي فريم هنا نعدي 20 فريم، ونيجي ناحية اليمين عند رقم 2 وهنعمل ايزي ايز، وهنخلي الجراف بالشكل ده كده بحيث ان الفريم الجراف ده اهو يسلم الجراف ده. برضو هنيجي هنا هناخد الكي فريم ده نعد 10 فريم ورا ونعمل ناخد دول كوبي، ونيجي هنا نعمل بيست عشان تبقى بالشكل ده كده. وهنعمل ندبل دي نخليها هنا، وهنعمل كنترول هوم. ده المشهد التالت والأخير. ممكن برضو نعمل حركة كمان نجيبها على رقم 3. يعني مثلا أقول رقم 3 هينتهي هنا، هنقطع وهنشيل الكي فريم ونعمل ريست، نفس الحكاية، وهنعيد نفس اللي عملناه، بس المرة دي هنحط نل على الكاميرا وهنفتح البوزيشن، نعمل كي فريم نحطه هنا اهو مثلا، ونعد 20 فريم، نحط كي فريم تاني، نروح هنا نمشي بالكي فريم ده لتحت كده اهو بالشكل ده كده، وهنعمل ايزي ايز ونعمل هنا الجراف بالشكل ده. نجيب بس ايه الفريم في اخر نقطة، وهنيجي عند الكاميرا دي هنفتح دي، هنجيب البوزيشن، نعمل زوم، نطلع فوق من اول هنا كده، وهنعد 20 فريم وهننزل بيها لحد هنا كده. وايه هنعمل ايزي ايز وهنعمل الجراف بالشكل ده كده.
بحيث تظهر كده. وهنجيب برضو دي هنا، نعدي 10 فريم، نحط كده، هتظهر بالشكل ده كده. وبرضو هنجيب دي كده. طبعا مع اختلاف التكست، انت تقدر تدبل التكست وتعمله بالشكل اللي انت عايزه، وتكتب كل حاجة انت عاوزها. بس اهم حاجة ان انت لما تيجي تعمل دوبليكيت للبري كومبوز بالذات، تيجي هنا وتيجي من ريفيل هنا، وتعمل لها هنا كنترول دي، وتاخد النسخة الجديدة وتحطها تحت. ليه؟ لان انت لو عملت لها دوبليكيت من هنا زي ما انا عامل كده، هنا مثلا غيرنا مثلا برو ميد لين، هتلاقي كلها اتعدلت بالشكل ده. انما لو جيت مثلا عملت كنترول زد، لو جينا هنا عملنا دبل كيت من هنا، ونزلناها بالشكل ده كده، وجينا غيرنا في الكلمة دي، نكتبها مثلا برو ميد لين. تمام. وهنا جينا ال هتلاقي دي اتعدلت ودي ما اتعدلتش. يا رب تكون وصلت يعني، ان شاء الله تكون وصلت. يبقى احنا كده اتعلمنا الماتش كات ما بين المشهد والتاني. كده ادي المشهد. And Media Masters is designed for entrepreneurs making anywhere from $50,000 per month all the way up to $10 million per month. وبكده ان شاء الله نكون شرحنا الفيديو كامل. اتمنى اكون شرحته يعني بشكل كويس ومبسط.